ازيك يابا عامل ايه؟ وحشتني بجد. معلش غبت عنك سنتين، لكن غصب عني حبست سنتين ظلم وإهانة. لكن طالع وحالف بشرفك لا انتقم منهم واحد واحد، وده عنوان واحد منهم، عبده ابن أخوك اللي كان سبب في موتك وكان سبب في حبسي. لكن وشرفك يابا لا انتقم منهم. سامحني يابا انا همشي دلوقتي. سلام. ايه ده يا زياد؟ خرجت امتى من السجن؟ لسه خارج النهارده الصبح. طب تعالى تعالى. نورتنا والله يا ابن عمي، امال فينا ايام زمان. نورتنا والله يا ابن عمي. اعذرني بقى ما عرفتش ازورك ولا مره في السجن. قول لي يا عبد، هو احنا جينا على هنا ليه؟ ما رحناش بيتي ليه؟ هو في حاجه هناك ولا ايه؟ بيتي يا ابني ما انا بعته انت في السجن. ازاي تبيع البيت؟ ابويا ميت وانا في السجن، تبيعه ازاي؟ يا ابني ايه ده بس واشرب الشاي، انا قلت اشغل لكم فلوسكم. انا عايز اقوم امشي، عايز امشي. استنى بس يا عم اشرب الشاي بتاعك. بقى بعد غياب سنتين ارجع لك بيت البيت اللي انت مالكش اي حق فيه، وليه؟ جاي تجاملني على كوبايه شاي. كنا صغيرين وكنا بنضحك ونهزر مع بعض، مش عارف ليه لما كبر عمل كده. بيتي يا ابني ما انا بيتي يا ابني ما انا ايه ده؟ زياد زياد زياد، قوم اشرب يا زياد، قوم اشرب. في ايه؟ ازيك يا كريم عامل ايه؟ الحمد لله. انت خرجت امتى؟ النهارده الصبح. انا مستنيك اديني سنتين. خير يا كريم في ايه؟ ابوك سايب لي امانه وعايز اوصلها لك. امانة ايه؟ تعالى بس قوم وما اقولها لك في البيت. يلا قوم. خير يا كريم، ايه الامانه اللي معاك؟ بص يا زياد، ابوك الله يرحمه قبل ما يموت كان قلبه حاسس ان عبده هيستولي على كل حاجه. بدا ابوك يسفف كل حاجه لحد ما يقدر يجمع المبلغ ده، 25,000 جنيه. انت يا كريم بتساعدني، واللي من لحمي ودمي هو السبب في موت ابويا، وهو اللي خد حقي كله. انا مش عارف هو بيعمل معايا كده ليه. ايه ده بس انت يا زياد؟ انت ناوي تعمل ايه بالفلوس؟ مش عارف يا كريم، مش عارف. طب ايه رايك يا زياد لو حطينا ايدينا في ايدين بعض ونفتح محل انا وانت؟ موافق يا كريم. قوم يا باشا. هتروح للزياد وتنفذ اللي قلت لك عليه. قوم. بس الحمد لله والله يا كريم، من ساعة ما فتحنا المحل ده هو بشرة خير علينا. اه والله الحمد لله. معلش انا اسف. ولا يهمك اي حاجة. انا اسمي محمود، انت اسمك ايه؟ انا اسمي زياد، عاشت الاسامي يا حود. ومن وقتها بقيت انا ومحمود دايما مع بعض. ايوه يا محمود. انت فين يا زياد؟ انا في البيت اهو.
طب يلا يا اسطى عشان نخرج. تمام يا صاحبي يلا. بس بقول لك يا كريم، شفت الواد محمود اللي خبط فيا ساعة وانت معايا؟ اكيد عارفه صح؟ ايوه عارفه، ماله يعني؟ بصراحة والله يا كريم الواد ده جدع ومن ساعتها وانا متصاحب عليه. بصراحه يا زياد انا مش مستريح له، وحاسس ان عبده بيخطط لك لحاجه تاذيك. يا عم لا ما تقولش كده، ده محمود جدع جدا. تمام يا زياد، بس عشان خاطري احذر من محمود. ما تقلقش يا كريم، ما تقلقش. تمام، اي حاجه انت عايزها هجيبها لك مني. تمام، اتقل وانا اقول لك هتعمل ايه. خد يا كريم. ماشي يا زياد. الحمد لله احنا دلوقتي قدرنا نجمع 50,000 جنيه. الحمد لله، عايزين بقى نوسع تجارتنا باذن الله. بإذن الله يا كريم. يا محمود احنا من ساعة ما قعدنا وانت متضايق وساكت، طب قول لي في ايه؟ انا زي اخوك. للأسف يا زياد أمي عايزة تعمل عملية ب20,000 جنيه ومفيش اللي هو أنت قدامي. طيب بص يا محمود، انا هقول لك على حاجة، انا هروح مشوار صغير واجي لك على طول زي ما انت. ايوه يا زياد. ايوه يا كريم، اسمعني كويس، انا محتاج 20,000 جنيه ضروري. ما انت عارف يا زياد الفلوس اللي احنا بنجمعها هنعمل بيها ايه؟ يا كريم بعدين اشرح لك ليه، المهم انا جاي اخد منك الفلوس، انت فين؟ تمام يا زياد، تعالى انا في البيت اهو. تمام ماشي. وفي وقت زي ده ما كانش ينفع ان اسيب صاحبي. محمود يلا بسرعه مفيش وقت، يلا نلحق امك. لا خليك أنت عشان ما أعطلكش عن المصالحة، فوت أنت الفلوس وأنا أروح لك. امسك، طمني على امك بس اهم حاجه. يا رب سلم يا رب. ايه يا عم كريم لسه برضه زعلان؟ لا يا عم والله ولا زعلان ولا حاجه. يا عم تعالى بس، الفلوس احنا اللي بنعملها مش اللي بتعملها. والله يا زياد ما زعلان على فلوس ولا حاجه. اخويا من ساعه ما راح المدرسه الصبح لسه ما رجعش لحد دلوقتي. يا ابني انت تعبان ولا ايه؟ مش اخوك ده مات من سنتين قبل ما انا ما اخش السجن؟ فعلا يا زياد، اخويا مات قبل ما انت ما تخش السجن، بس انا ما قدرتش اقعد لوحدي ولقيت جبت طفل من الملة واعتبرته ان اخويا. بعدين يا كريم اشرح لي كل حاجه، اهم حاجه دلوقتي قوم هات الصوره وندور عليه بدل ما يكون اتخطف. تمام يا زياد ماشي. الصورة يا زياد. طب يلا قوم معايا يا كريم يلا. نعمل ايه تاني يا كريم؟ احنا من الصبح. الو. لو عايز تشوف اخوك جهز 250,000 جنيه. كريم مالك يا كريم؟ كريم رد عليا. كريم يا كريم فوق. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خد اشرب. ايه المكالمة اللي وقعتك من طولك دي؟ كلموني على اخويا وعايزين 250,000 جنيه. 250,000 جنيه؟ ده احنا كل اللي معانا 30,000 جنيه بس. طيب بص، انا عايزك تهدي اعصابك وانا هتصرف، هطلع بره واجيلك تاني. الو. ايه جهزت المبلغ ولا لسه؟ الو بجمعه اهو. تمام، تبعته مع زياد صاحبك في العنوان ده. تمام ماشي. برضه يا زياد مش ناوي تيجي جايب الفلوس دي منين؟ بعدين والله اشرح لك كل حاجه يا كريم. ماشي يا زياد، روح ربنا معاك. محمد انت كنت فين؟ انا قدينا عليك قوي، لازم نرن على زياد الحاول. اغلق. بص يا محمد، انت دلوقتي في البيت ما تتحركش باي شكل، تمام؟ خش العب وانا اجيلك بسرعه.
الواد فين؟ الواد خلاص روح بيت اخوه. تمام. استنى، في واحد عزيز علينا وموصي عليك قوي. تقصد ايه مش فاهم؟ هتعرف دلوقتي. وده هنسميه تهديد ليه؟ زياد زياد، اللي حصل؟ زياد زياد يا زياد. محمد فين اخوك يا كريم؟ محمد بخير، محمد بخير الحمد لله. قوم انت بس، قوم اشرب. الف سلامة عليك. خد يا زياد. معلش يا زياد، كل اللي حصل دي بسببي انا. لا يا كريم، انت مالكش ذنب. اللي حصل ده كان مقصود لي انا، وانا عارف مين اللي عمل كده. مين يا زياد؟ بعدين يا كريم، بعدين اعرفك كل حاجه، لكن ورحمه ابويا ما هسيبه يتهنى بيوم حلو في حياته. ايوه يا زياد، انت جبت الفلوس منين؟ كارد من البنك. ازاي يا زياد؟ ليه عملت كده؟ اعمل ايه؟ ما كانش قدامي طريقه غير كده. طب هنعمل ايه دلوقتي يا زياد؟ طيب باذن الله نسدده واحده واحده يا كريم. قول يا رب. يا رب. وانت جايبني انا الازياء. قوم يا زدت من عملت كده برابط ليه؟ في نفس المكان ده رجالتك كانوا عايزين يخلصوا عليا. والله ده ما اعرف اي حاجه. طب فكني طيب. انا اذيتك فيه عشان تعمل معايا كل ده. يا زدت طب سامحني. خلي بالك يا كريم اول ما اجي. تمام؟ ما تعواش يا زياد. ماشي يا كريم، مش هعوق عليك. خش يا ابني. زياد يا زياد. ايه يا كريم في ايه؟ انا جالك خبر بخصوص محمود. ايه اللي حصل؟ محمود ده اصلا طلعت امه متوفيه. ماشي يا كريم، انا هتصرف. تمام. يا محمود عامل ايه؟ ايه يا عم ما طمنتنيش على امك، ايه عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله بخير. يا رب دايما يا محمود. طب عايز مني حاجه؟ عايز سلام. يا رب، انا مش عارف ليه بيعملوا معايا كل ده. ليه انا اذيتهم فيه عشان يأذوني كده؟ كل شويه اكتشف ان في حد بيغدر بيا. حتى محمود اللي كنت قلت عليه كويس طلع زيهم تمام. بس من هنا ورايح هيشوفوا مني وش تاني. تمام، اديني قلت لك. تمام ماشي. سنة تيجي رن. طب المهم طيب. الو. الو يا كريم، انت فين؟ انا في المحل اهو. في المحل؟ ماشي يا كريم. تمام. كريم ومحمود مع بعض؟ طب ازاي؟ انا مش فاهم حاجه يا رب. زياد، عملت مع محمود. رحت قابلت محمود وبقول له طمني على امك، هي عامله ايه؟ برضه قال لي كويسه الحمد لله. مش عارف هو بيكذب عليا ليه. بص يا زياد، انا عايزك تبعد عن محمود الفترة دي عشان خاطري. ايوه يا كريم، انا برضه قلت كده. انا مرضيتش اذيك لانك في الاول وفي الاخر ابن عم، يعني لحم
ودم، وكان زمان الطلقة دي خلصت عليك نهائي. بس أنا جاي لك النهاردة وعايز أسألك سؤال. انت فعلا رحمتني، ولولا كده كان زماني ميت. بس اي حاجه انت تطلبها مني تحت امرك فيها. طيب أنا عايز أسألك عن واحد اسمه محمود، تعرف حد بالاسم ده؟ محمود؟ لا ما اعرفش حد اسمه محمود. كنت عارف إنك هتقول كده. طيب وكريم إيه علاقته بالموضوع؟ كريم معاكم ليه؟ بيعمل إيه؟ كريم مين؟ كريم صاحبي اللي أنا قاعد معاه، وبعدين أنا شفته ماشي مع محمود اللي أنا شاكك أصلا إنه معاه. أنا عايز أعرف إيه اللي بيدور. بص يا زياد، انا مش عايز اقول لك، بس طالما انت سالتني انا اقول لك على كل حاجه. الحقيقه انه كريم كان متفق معانا عشان نوقعك. أنت بتقول إيه؟ كريم مش ممكن يعمل كده. بقول لك ايه يا كريم؟ في ايه يا زياد؟ لا ده انا كنت بس عايز اسالك الساعه كام؟ الساعة يا زياد 2:10. تمام انا طالع بره شويه. تمام يا زياد. ليه كده يا كريم؟ انا اذيتك في ايه عشان تاذيني للدرجه دي؟ انا اعتبرتك اخويا لدرجه اني مش عارف افتحك في الموضوع، تقوم انت تاذيني بالشكل ده. حرام عليك، انا اعتبرتك اخويا، كل حاجه بناكلها سوا، لدرجه ان المحل فاتحينه انا وانت مع بعض، تقوم في الاخر تطلع معاهم. ليه كده يا كريم؟ حرام عليك، انا عملت لك عشان تعمل معايا كده؟ يا رب انا مش عارف اعمل ايه، فجأة كلهم بقوا ضدي. ازيك يا سامة، عامل ايه؟ كويس الحمد لله، وانت عامل ايه؟ الحمد لله يا سامة. انت عارف انا كلمتك النهارده ليه؟ ليه يا زياد؟ كلهم اتفقوا مع بعض عشان يلعبوا عليا، وانا جيت لك النهارده وهلعب عليهم زي ما بيلعبوا عليا. تمام يا زياد وانا معاك. بقول لك يا محمود، يا زياد عامل ايه؟ عايزين كده نعمل مفاجأة ونروح نزور امك. يا محمود مالك اتخضيت كده ليه؟ ده انا بقول لك هنزور امك. ماشي هظبط يوم وهقول لك. تمام يا محمود، يبقى كلمني. انا صح، وكنت عارف اني هلاقيك هنا. سامحني بقى، دي اللي اتمدت عليك. يا ابني لولا انك ضربتني بجد ما كانتش كل حاجه مشيت زي ما انا مرتب لها. طب ايه اللي حصل؟ رتبت لهم على الخطه 100% وهوقعهم واحد واحد. طب يعني ناوي تعمل معاهم ايه؟ انا عايزك تتقل عشان هتتفرج على كل حاجه. يلا بينا. يا زياد اللي بتتصل. الو يا زياد. بقول لك ايه يا عبد، تعالى لي ضروري عند نادي ييجر. تمام ماشي، انا جاي لك اهو. بسرعه انا مستنيك. الو يا زياد. بقول لك ايه يا كريم، انا عند نادي ييجر وعايزك ضروري. تمام جاي اهو. بقول لك ايه يا انس، هما جايين في الطريق اهو، انا استقبلهم زي ما أنا. ماشي. استر يا رب. انت عايزني فيها يا زياد؟ انت عايزني فيها زل عشان امشي. بقول لك ايه، انت عشان ابن عمي ومن لحمي ودمي انا اديتك بدل الفرصه 2 و3، بس بقول لك ايه، مش عايز اشوفك تاني في حياتي ولو صدفه، انت فاهم؟ اما انت بقى اللي كنت فاكرك صاحبي، فانا مش عايز اعرفك تاني. بتقول يا زياد انا مش فاهم حاجه. الكلام خلص. زياد انا مش فاهم حاجه. نزل ايدك. ماشي يا زياد، يعني انت بتضربني انا؟ واقسم بالله العظيم ما هسيبك، انا هندمك. انا ما بقتش فاهم حاجة، هو زياد ليه بيعمل معايا كل ده؟ يا رب
طب ايه اللي بيحصل؟ انا لازم ادور على زياد واعرف مكانه وافهم منه كل حاجة. يا زياد طب اسمعني. بقول لك ايه، انا سبت لك الدنيا كلها وجيت اشتغل هنا مع نفسي. يا ريت تاخد بعضك كده وتتكل على الله. ولو قلت لك انا على كل حاجة؟ كل حاجه ايه؟ انا خلاص ما بقتش فاهم حاجه. تعالى بس وانا اقول لك كل حاجة. لما انت شفت كريم معايا هو في الحقيقة كان جاي يقول لي محمود انا عرفت الحقيقه ان انت امك ميته، وابعد عن زياد خالص. هو ده كله اللي حصل يا زياد. يعني ايه؟ يعني انا الفتره دي كلها كنت ظالم صاحبي؟ معلش يا كريم، حاج عليا. عادي يا زياد ولا يهمك، المهم بس نشوف عبد. متقلقش. اقعد يا كريم، بيتك ومطرح. خير فيك كنت عايزني؟ بص يا عبدو، انا دي لي كذا يوم بدور على ابن عمك زياد ومش لاقيه، فعايزك تمضي تاخد نصيبه في المحل. ماشي ربنا يرجعه بالسلامة. امضي ماشي عادي. ماشي يا كريم، كده انا مضيت اهوت، وباذن الله بقى اما زياد يرجع يبقى ارجع له حقه تاني. امسك يا كريم. الباب بيخبط. امسك يا بالقلب. يا ابن عمي عامل ايه؟ ايه ده كيمو هنا اهو. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. ايه ده انت اتسمرت عندك ليه؟ تعالى يا عم عايز اكلمك. لا مفيش حاجة، اصل كريم بيقول ده انا بدور عليك ادي لي كام يوم. اه صح، ما انا نسيت اقول لك، اصل احنا عملنا عليك لعب. ايه رايك؟ لعبتين. بص، ال 250,000 جنيه اللي رجالتك خدوهم انا مش هحاسب على الليله دي، فخليتك انت اللي تحاسب عليها. والبيت اللي انت خليتني في السجن وبعته ده ما كانش من حقك، فانا حسبته عليك بكام؟ 650,000 جنيه. و250,000 اللي رجالتك خدوهم يبقى 900,000 جنيه. والراجل ده مش هيتعب ببلاش، فادينا له 100,000. حبيبي اخوك. حبيبي يا صاحبي. يبقى كده المليون انت مضيت عليهم. تصدقت وقال انك تاخد نصيبي في المحل. انت بتقول ايه؟ انا اوديكم في ده انتوا الاتنين. يا ابني ده اللي هتودينا فيها، ده حقي وخدته. اشوف وشك بخير، الى اللقاء. كل سنة وانتم طيبين يا اخواتي، وعاوزين نعرف رايكم في مسلسل حق ضايع، وباذن الله يا اخواتي انتظرونا في كل جديد. طيب يا جدعان، بجد الناس اللي انتوا شفتوها دي تعبت معايا في المسلسل جدا، وعايز اعرف رايكم في مسلسل حق ضايع، وباذن الله اللي جاي كله خير.